واخيرا بارت 4 من ازاي تكون فيتيوبر. هنتعلم ازاي نغير خلفية الشخصية وكمان نضيف لها ادوات. يلا بينا يا سكاكر. هاي يا سكاكر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قبل ما نبدا حابه اقول لكم ان انا عامله سلسله كامله من شرح ازاي تكون فيتيوبر. شرحت لكم كمان برامج مختلفه سواء لل 2 دي او 3 دي. بما ان ده بارت 4 من ازاي تكون فيتيوبر اللي غالبا بنشرح فيه برنامج فيتيوبر استوديو، لازم تكونوا سمعتوا بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 الاول، وبالذات بارت 2 لان في الفيديو ده حاجات كتير هتكون معتمده على الشرح اللي في بارت 2، فتروحوا تسمعوه الاول، بالذات شرح برنامج زد اي ارشيفر. قبل ما نبدا ما قلتوش رايكم في الاوضه الجديده. بص هنا في صوره سكرومازيه، هنا دي رسمتي على فكره. يلا بينا. اول حاجه نتعلمها ازاي نغير خلفيه الشخصيه في برنامج فيتيوبر استوديو. فطبعا لازم نلاقي خلفيه. علشان نجيب خلفيه انا برشح جدا برنامج اسمه بنترست، ده فيه كل حرفيا انواع الصور اللي الواحد يحتاجها فنزلوه. البرنامج متوفر كمان في جوجل بلاي عادي جدا. فبعد ما ننزله ونسجل فيه هندخل على البحث نبحث عن باك جراوند لايف 2 دي. طبعا لو احنا بي سي هنختار الخلفيات اللي هي بالعرض، لكن لو احنا شغالين بالفون عادي جدا هنختار خلفيات بالطول. شوفوا طلع خلفيات مسكره ازاي. هنفضل ندور على خلفيات بالطول. تعالوا ننزلوا واحده كده بالعرض وننزل برضو واحده بالطول ونشوفوا. لكن تعالوا كده اقول لكم على سر، تعرفوا ان انا كمان هجيب لكم طريقه تحطوا خلفيه بالعرض زي ما انا حاطه كده بس على الموبايل. فطبعا كملوا الفيديو عشان تعرفوا. المهم بعد ما تشرح حياتكم هنا لان في خلفيات كتير جدا كلها مسكره، فانتوا اختاروا اللي انتوا حابينه. بس انا هنزل دلوقتي خلفيه بالعرض وخلفيه بالطول وهشرح عليهم. بعد ما اخترت الصورتين دول، واحده بالعرض هي واحده بالطول، فهندخل على معرض الصور ونضغط علامه تحت مشاركه ونشارك لزد اي ارشيفر. ركزوا بقى معايا ايها السكاكر كويس في الحته دي عشان ما تتلخبطوش. جنب الاسم في 3 نقط بالعرض هنضغط عليهم. بعدها خطواتنا المعتاده اللي عرفناها في بارت 2، هندخل على اندرويد، بعدها داتا، ندخل على برنامج فيتيوبر استوديو، بعدها فايلز، في تحت لايف 2 دي موديلز. دي الموديلز لا، هندخل على باك جراوندز. دي كل الخلفيات اللي موجوده معانا في البرنامج، فهنضغط عليها ونختارها. ولازم نعمل باسورد، فهنحط اي رقم اي رقم. وبعدها المفروض تكون حفظت المكان فنروح فيتيوبر استوديو، بعدها فايلز، بعدها باك جراوند. هنلاقي ملف مضغوط بتاع الخلفيه، فلازم نفك الضغط بتاعه. هنضغط عليه ونضغط استخراج هنا، نكتب الباسورد اللي هو كان 90. ودي نفس الطريقه هنعمل بيها اي خلفيه احنا عايزينها. فتعالوا بقى دلوقتي ندخل على برنامج فيتيوبر استوديو ونشوفوا هل جت الخلفيه ولا لا. دلوقتي دخلنا على فيتيوبر استوديو، هندخل على الباك جراوند هنا. بصي اول واحده بص، لا حلوه الخلفيه دي بجد، مسكره قوي، حلوه بجد، عجبتني، هستخدمها في فيديوهات. يلا بينا نشوف الخلفيه بالعرض هل هتنفع هنا اصلا. ما اظنش بجد، لازم بي سي. انتوا لو نزلتوها خلاص نزلوها على البي سي لو انتم عندكم لكن الموبايل نزلوا خلفيه بالطول. وشايفين شخصيتي سكرومازيه ازاي في البرنامج. المهم كده عرفنا طريقه ازاي نغيروا خلفيه، فيلا بينا على اللي بعده. طب لو احنا من الناس الفلاحه اللي ما عندهمش بي سي، اللي هو انا منكم يا جماعه، انا لسه ما جبتش بي سي بجد، ده كله انا اخويا عنده بي سي، فانا باخد مساعده منه، هو بيذلني لحد ما يديني، فلسه استنى لما اجيب انا بقى. اوعدكم اول ما اجيب واحد ليا هشرح لكم حاجات اوسع واكبر، وانكم ازاي ترسموا وتعملوا شخصيه وتحركوها في برنامج لايف 2 دي. المهم يلا بينا نعرف ازاي نخلي الخلفيه بالعرض من الموبايل. لازم نخلي الخلفيه لونها اخضر، تقريبا هي كانت رقم 8 باللون ايوه هي رقم 8. فهنفضل بقى نسجل فيديو عادي جدا من هنا بالخلفيه الخضراء، لازم بالخلفيه الخضراء. بس نتكلم شخصيتي سكروبازيه ازاي. يا حبيبتي اتكلمي، يا حبيبتي يا سكر انت اتكلمي. المهم بعد ما نسجل الفيديو هناخده على برنامج كاب كات. هندخل على كاب كات ونفتح مشروع جديد. بعدها نختار الصوره، بعدها نختار الصوره اللي بالعرض اللي احنا عايزينها، سواء دي او اي صوره انتوا عايزينها. حرفيا انا بس جبت ده اجرب عليها. طبعا هنزود مدتها عشان ما تكونش قصيره كده. وبعدها هندور تحت على تراكب، هنضيف الفيديو بالشخصيه بالخلفيه الخضراء اللي احنا عملناه، هنضيفها عادي جدا. كتير جدا سالوني ازاي بتشيل الكلام اللي في الجنب ده يا جماعه. فاحنا بندخل هنا كده، استنوا هنا القص فاحنا بنعملها 6 ل 19 بس بجيبها في الجنب.
اللي في الجنب، الحتة الدوائر اللي في الجنب راحت، والحتة اللي تحت البانر بتاع اللايف بتاع فيتيوبر استوديو راح. المهم هنروح ندور هنا تحت ندور على ازالة خلفية، بعدها مفتاح كروما، ونجيب الدايرة دي على الحتة الخضراء اللي بره، ونعمل الاعدادات دي زي ما انا عاملاها كده. بص الخلفية بتشيل اهي، الخلفية اتشالت خلاص. وكده يعني معانا الشخصية، معانا خلفية بالعرض على الموبايل عادي جدا، وشكلها جميل جدا ومسكر بجد. بص بجد الله عليا بجد. تاني حاجة هنعرفها هي ازاي نضيف ادوات او اكسسوارز للشخصية. فاول حاجة لازم نجيب الاول الادوات دي. هندخل على جوجل كروم، وهسيب لكم لينك الموقع ده في الديسكريبشن. بعدها هيطلع لنا حاجات كده، مثلا هيطلع لنا الايد دي اكسسوارز بتضاف للشخصيه، فهننزلها. هتفضلوا بقى انتوا تدوروا تعمقوا كده في الموقع، هيطلع لكم حاجات كتير جدا 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 يعني، فلازم تتعمقوا فيه. مثلا احنا ننزل الايد دي، نزلوا كذا حاجه بقى، انتوا عيشوا حياتكم، شوفوا ايه اللي حابين تنزلوه ونزلوه. هننزل كمان الايد اللي بكشاف دي، حلوه برضو. دلوقتي نزلت كذا حاجه. اول ما تنزل نضغط عليها كده، هتك هشيل اللي فوق دي علامه المشاركه، ونروح على زد اي ارشيفر. خلاص بقى ايها السكاكر، يعني المفروض تكونوا عرفتوا الطريقه خلاص يعني. هنروح على الثلاث نقط دول، بعدها اندرويد داتا، ندور على فيتيوبر استوديو، بعدها ندخلوا فايلز، هندور على هنا بقى الايتمز للادوات والاكسسوارز، باك جراوندز للخلفيات، لايف 2 دي موديلز للموديلز. اوكي ندخل على ايتمز، بس دي كل الايتمز اللي موجوده في البرنامج، فاحنا هنحطها معاهم يعني. بعدها لازم نحط بقى باسورد، نحط اي باسورد كده، وبكده يكون معانا الملف مضغوط بتاع الايتم. فاحنا لازم نرجع تاني لنفس الدايره، نروح تاني للمكان ونجيب الملف المضغوط ده، ونفك الضغط بتاعه بالباسورد اللي احنا عملناه. وبس كده الايتم بقت معانا عادي جدا. فهنفتح فيتيوبر استوديو ونشوفها هل جت ولا لا. تقدروا تضيفوا اي بقى حاجه انتوا عايزينها بالطريقه دي. بعد ندخل فيتيوبر استوديو، في هنا فوق علامه الخلفيات جنبها نجمه كده، نجمه واحده، علامه الاكسسوارز دي. هندخل عليها، صغري راسك يا وليه. هندخل عليها، هندور على اللي احنا حطيناها، هي تقريبا هيرت دي. اوكي كده هنضيفها كده، وبكده جت معانا. استنوا نصغرها، نعدلها على مقاس الشخصيه. بصوا بعد ما كبرنا الشاشه اكن ايديها، وعامله لكم قلبي بقى ولوف بايدي وكده. والله حلوه. هي بس السكن بتاعها، لون البشره بتاعتها اغمق من لون شخصيتي، لكن هي حلوه. ممكن بقى تضيفوا اي حاجه انتوا عايزينها بالطريقه دي. اظن كده الطريقه بقت واضحه معاكم. اي نعم يعني لسه جداد في زد اي ارشيفر هيقولوا ايه الكركبوشه دي، مش فاهمين حاجه منها، لكن هتتعودوا عادي جدا، لان انتوا هتحتاجوا تضيفوا ادوات كتير جدا، فلازم تفهموا وتحفظوا الطريقه. المهم يعني عرفتكم ازاي تغيروا الخلفيه سواء على الموبايل او البي سي، وكمان تضيفوا ايتمز او اي حاجه انتوا حابينها. المهم يعني بما اننا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للقناه علشان يوصلكم كل جديد. شويه سكاكر.